السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا طيبين وبخير. سؤالنا النهاردة واللي بيدور حوالين الحلقة واللي دايما كلنا بنسأله لنفسنا، هو احنا ليه بقينا دايما متوترين؟ ليه دايما متضايقين؟ ليه دايما بنصحى من نومنا نلاقينا شايلين هموم الدنيا كلها فوق دماغنا؟ ليه حتى واحنا قاعدين في بيوتنا بنلاقي نفسنا بنفكر وبنقلق وبنخاف من بكرة؟ ليه طيب؟ يمكن لاننا نسينا نعيش ببساطة، ولا عشان احنا نسينا يعني ايه نرضى، ولا يمكن عشان احنا برضو نسينا نسيب الدنيا تمشي على مهلها زي ما ربنا مقدر وعايز؟ ليه بقينا عايزين نعرف كل حاجة قبل ما تحصل، ونظبط كل تفصيلة حوالينا، ونسيطر على كل حاجة؟ بصوا يا جماعة، الحقيقة ان السيطرة دي وهم كبير جدا احنا عايشين فيه. اللي بيدور على السيطرة بتلاقيه دايما عايش في قلق ملوش اخر. الحياة يا جماعة محتاجة بساطة، بس مش محتاجة كل العقد اللي احنا عاملينها لنفسنا دي. يعني اوقات كتير كل اللي محتاجينه علشان نرتاح اننا نهدى شوية من التفكير، من الجري، من القلق. الراحة يا جماعة مش في انك تبقى معاك كل حاجة، لا، الراحة في ان قلبك يبقى راضي، قلبك مطمن، قلبك مش مستعجل. عارف كده لما تبقى قاعد في هدوء، قاعد تشرب كوباية شاي او تسمع صوت الاذان او صوت القرآن بحد تكون بتحب تسمع صوته، تحس في اللحظة دي ان بيبقى في سكينة نزلت كده على قلبك. هو ده المعنى الحقيقي اللي احنا بنجري وراه ومش عارفين نمسكه. احنا اللي بنعقد يا جماعة حياتنا، ونكبر كل حاجة جوه دماغنا، ونسيب الهم يجري كده في عروقنا زي مجرى الدم، زي ما المية كده بتجري. نفضل شايلين ونفكر ونفكر، والنتيجة بيحصل لنا تعب نفسي وقلق وخوف من مجهول. بس في الحقيقة الهم ملوش سلطان علينا إلا لو انت سمحت له بكده. يعني لو كل مرة جالك خاطر كده يقلقك وقفته عند حده وقلت لنفسك مش كل حاجة تستاهل تفكيري، في رب كبير قوي فوق شايف وعالم وبيقدر، وقتها يا جماعة هتلاقي قلبك بدأ يهدى لوحده. يعني مثلا كان في ست بسيطة جدا كانت على باب الله كده، كل يوم تقعد في تبيع خضار في السوق، كل يوم تصحى بدري تشيل شوال الخضار على كتفها وتقول يا رب الرزق من عندك. الناس كلها كانت بتسألها انت ازاي كده بتضحكي وجميلة كده رغم كل التعب اللي انت عايشاه؟ الست دي كانت تضحك وتقول اللي عندي كفاية، واللي ربنا كتبهولي عمره ما يضيع ابدا. في يوم من الايام الست دي كانت قاعده للاسف الشديد وهي شغاله، حد كده ضحك عليها وسرق كل اللي كان معاها. الناس افتكرت بقى ان هي خلاص كده هتقنط بقى واتكسرت من اللي حصل. لكن تاني يوم رجعت السوق وبتضحك وكأن وشها بشوش جدا، كأن مفيش حاجه حصلت لها. الناس طبعا استغربت لما سألوها. ردت قالت ايه؟ قالت اللي خدوه مني ربنا يعوضني خير منه، وانا عمري ما هعكنن نفسي على حاجة او على رزق هو ربنا مش كاتبه. سبحان الله، بعدها بايام ربنا رزقها بعمرة كانت اصلا بتحلم بيها. شوف ربنا بيعوض ازاي. الست دي يا جماعة علمتني درس كبير قوي، ان اللي عايش ببساطة هو اللي عايش بعمق، اللي شايف في القليل نعمة هو اكتر واحد غني حتى لو جيبه كان فاضي. خلي عندك يقين كده دايما ان ربنا مش هيكتب لك هم إلا لو فيه وراه خير. يمكن الخير مش باين دلوقتي بس هيبان إن شاء الله بعدين لما قلبك يهدى. بس لازم تتعلم تهدى الأول، لأن طول ما انت في دوامة التفكير عمرك ما هتشوف الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لك. حاول تبدأ يومك كده بدعوة هادية، يا رب اجعل يومي خفيف مفهوش هم ولا حزن ولا قلق. حاول كده تعمل يعني تقدر كده لنفسك كده اليوم، والباقي تسيبه على ربنا. يعني تعمل اللي تقدر عليه وتسيب الباقي كله على ربنا. مش لازم كل حاجة تتحل النهاردة، مش لازم كل مشكلة نقعد نتناقش فيها ونعمل جدال. في حاجات بتتحل لوحدها يا جماعة لما بنسكت شوية، لما بنسيب ربنا سبحانه وتعالى يتصرف. أهم حاجة بقى حاول تبعد عن المقارنات. ايوه، وانت كمان حاولي تبعدي عن المقارنات. المقارنه دي يا جماعه نار بتحرق السلام النفسي اللي جوانا. كل مره كده بتبصي على حياه حد وتقولي يا بختها، افتكري ان يمكن هي كمان بتبص عليكي وتقول نفس الكلمه. كل واحد في حياته عنده امتحان،
محدش يا جماعة مرتاح 100% ابدا، بس الفرق بين واحد وواحد هو الرضا. اللي راضي بيعيش في راحة حتى لو الدنيا كلها ضاقت بيه، واللي ساخط ومش عاجبه حاله عمره في حياته ما هيهدى. حاولي تنظمي يومك حتى لو بورقة صغيرة. النظام هيهدي نفسك جدا، هيخليكي تحسي ان انتي ماسكة زمام الامور كده وزمام يومك. لازم تتخلصي من كل الحاجات اللي بتضايقك. حاولي تخصصي وقت لنفسك، مش رفاهية، لا، ده ضروري. وقت تكوني فيه مع نفسك مع ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو ربع ساعة قبل النوم. تحاولي كده تطفي النور، تقومي تصلي ركعتين قيام ليل، تقولي ربنا يا رب ريح قلبي. الكلمة البسيطة دي على فكرة ممكن تفتح لك كل أبواب الراحة محدش يتخيلها. يعني كان في مثلا دايما، كان في شاب دايما قلقان جدا من المستقبل. كل يوم يفكر هشتغل ايه، هنجح ازاي، هتجوز منين، هعيش امتى، ولا هعيش ازاي. فضل كده لحد ما تعب جدا من كتر التفكير. في يوم من الايام راح كده لحد يعز عليه كده، حد راجل محترم، وقال له اللي هو فيه. قال له انا تايه. رد عليه قال له جرب تسلم. قال له اسلم لمين؟ قال له سلم امرك لله وسيبها تمشي لوحدها. الشاب كده بسخرية قال له ببساطة كده. الراجل الكبير ده رد عليه قال له ايوه، البساطة هي السر. فعلا لما بدأ يسلم ويهدى، الامور بدأت تتظبط لوحدها في حياته. في فرص جات له كتير، في رزق اتفتح، في هم راح. ساعتها فهم ان الهدوء مش ضعف، الهدوء قوة. خلي بالك، البساطة مش انك تبقى مش طموح مثلا، لا، بس معناها انك تبقى ماشي في طريقك بالراحة، من غير ما تدمر نفسك على كل خطوة انت بتمشيها. اعمل اللي عليك وسيب الباقي كله على اللي خلقك، هو كله اصلا عليه. كل حاجة في الدنيا مؤقتة، الفرح مؤقت والهم مؤقت والوجع مؤقت، بس علاقتك بربنا هي الحاجة الوحيدة الثابتة. حاول تبسط الدنيا. مش لازم تحفظ أدعية طويلة، ولا تبقى مثلا رجل مثالي عشان تقعد قدام ربنا، لا لا لا. ده انت ممكن تقول يا رب هو عالم بكل اللي جواك وهيستجيب. قول لي يا رب ارضى عني، يا رب اهديني، يا رب ريح قلبي. الكلمة دي ممكن تغير كل حياتك. مش لازم تبقى الأفضل، بس خليك صادق مع ربنا، وربنا بيحب الصادقين. خلي علاقتك مع ربنا فيها صدق وبساطة. مش لازم تبكي كل مرة بتدعي فيها، لكن خلي الدعاء ده عادة. خليه زي النفس، تقول يا رب على طول من غير تكليف ومن غير تصنع. خلي بالك كمان من الناس اللي حواليك. ابعد عن كل حد بيحسسك انك دايما مقصر. اختار الناس اللي وجودهم راحة مش ضغط. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.